أكثر النهارده اللي خدناه من كل الكتب دي كانت مقولة لأنطونيو جراماشي بيقول: تكمن الأزمة في أن القديم يحتضر والجديد لن يولد بعد، وفي ظل هذا الفراغ تظهر أعراض مرضية غاية في التنوع. دي إبسود رقم 6 في سلسلة كل كلمة وراها حكاية. كنت فاكرة زمان إن أكتر لحظات حياتي وجع هي لحظة الفصال، بس بعد التخرج اكتشفت حاجة تانية خالص. اكتشفت إن اللحظة اللي ما بيبقاش فيها أي حاجة واضحة هي الأصعب. لا أنا في القديم مرتاحة ولا لسه الجديد بان له ملامح، زي الوقت في نص كوبري لا قادر يرجع ولا عارف يكمل. في الفراغ ده بدأت تظهر حاجات غريبة: قلق من غير سبب، حزن ملوش تفسير، وخوف من كل حاجة حتى لو مش حقيقية. فهمت بعد كده إن ده مش ضعف، الجسم والعقل بيحاولوا يفهموا احنا فين. اوقات الفراغ بين كان وما سيكون تظهر اعراض بتفكرنا ان احنا لازم نتحرك، حتى ولو خطوه بسيطه وخطوه جديده، درس جديد، واحنا دايما مع بعض في رحله المعرفه.